السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى صابون بلدي بكل سهولة. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة انا معايا هنا ليمون. الليمون دوت كان بايظ عندي ومرضتش ارميه، يعني قلت بقى ايه استخدمه في اي حاجة. اي قشر ليمون عندك، اي بواقي ليمون. لو ما عندكيش 5 ليمونات كده تعصرهم في المية وتولعي عليهم. انا حطيت كده حبة ليمون كده في الحلة، وحطيت 3 كوبايات كده من المية، وهسيبهم بقى لمدة 10 دقايق. وهسيبهم بقى عشان اخد المية بتاعته، هصفي كل الكمية دي كلها. حتى الليمون هعصر كل الليمون اللي جواه زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي. بعد ما غليته كده على النار هسيبه بقى ثواني كده بس على ما اقولكوا على المكونات. انا هركنه كده ثواني. انا معايا كده رتلي من الزيت المستعمل، ومعايا هنا كوباية بطاطس اللي هي كاوية الصودا، كوباية صابون، ومعايا كوباية دقيق، ومعايا هنا حبة جليسرين يعني 4 معالق جليسرين، وكمان كيس اللي هو كيس جل انا كده حطاه في كوباية، ومعايا معلقتين من السكر و3 معالق من الملح. خلاص يا حبايب قلبي، انا جبت كده طبق بلاستيك ومعلقه خشب، وبعد كده احط كده الكاويه السودا اللي هي البطاطس كوبايه، وبعد كده احط كوبايتين من ميه الليمون، وبعد كده هقلب تقليبتين وهدخلها الحمام، وافتح شباك الحمام واسيبه يبرد خالص، وهقفل باب الحمام. بس اهم حاجه يكونش فيه اطفال. انا عامله الكلام ده بالليل. ماشي. انا كده سيبته كده يبرد في الحمام على ما احط كده ايه بقى. جبت كوبايه ميه ليمون، وبعد كده حطيت فيها 3 معالق من الملح ومعلقتين من السكر، وهدوبهم عشان ننجز بس وقت وخلاص يعني. ما نقعدش نقلب كل شويه كده. خلاص يا حبيب قلبي، انا هسيبه كده يتقلب، وبعد كده هعبيه في كوبايه عشان ايه يبقى جنبي كده على طول استخدمه على طول. خلاص ميه الكاويه السودا خلاص كده بردت معايا. هقلبها تقلبتين، وبعد كده هضيف الكوبايه اللي هي اللي فيها الملح والسكر، وهقلب تقلبتين، وبعد كده هضيف الزيت. انا معايا كده رتل كده من الزيت. انت عندك بقى كيلو 2 3، انا بس بعرفك بس المعلومه، واقول لك بس مقادير ايه. انت بقى ممكن تضاعفي. ده من مكونات كيلو دقيق. خلاص يا حبايب قلبي. بس اهم حاجه يكون عندك جليسرين علشان عشان ايدك لما تيجي تغسلي وكده. لو ما عندكيش كيس اللي هو الجيلي ده ما تحطوش عادي يعني. اهم حاجه ادانك بس ايدك كده تقلبي بس على طول يعني باي حاجه خشب. ومعايا مضرب كده عشان يسهل معايا الموضوع. ما خدش وقت يا جماعه. انا عملت الصابون ده في نص ساعه. اللي بتقولك انا بعمل الصابون ده طول النهار، نص ساعه والله العظيم كنت مخلصاه وخلصته. انا هضيف بقى الصابون، كوبايه الصابون والجليسرين والجل اللي هو كيس جل، وهضيفه كده وهقلبه تقلبتين، وبعد كده هقعد كده. وبعد كده اما اضيف بقى كوبايه الدقيق هتلاقيه بقى كلكع منك كده. بس اهم حاجه انا هقعد كده بره، اقعد في الصاله عشان اقعد اقلب براحتي، عشان انا كده واقفه كده واقفه على في المطبخ. فصراحه لما تقعدي بتبقى اسهل معاك على طول وتقلبي. اهم حاجه انا كده خرجت كده بره. اهم حاجه يكونش في جنبك اطفال. انا بقول لهم ابعدوا عني علشان ساعات يبقى في ريحه والكلام ده. ما خدش وقت والله، نص ساعه كنت مخلصه الصابون زي ما انتوا شايفينه كده. خلاص كده اصبح كده تقل معاك اهوت. اهم حاجه تكون عندك كده صاج قديم عندك، او صندوق خشب كده. المتوفر عندي هو صاج قديم. انا بخليه الصابون زي ما انتوا شايفينه كده. هجيب كده كيس هحطه كده كده علشان يبقى سهل عليا لما اطلعه. انا هصب كده كل الصابون معايا، وبعد كده هسويه زي ما انتوا شايفين كده. اخليهم كده زي بعض، وبعد كده هضربه ضربتين كده على الارض عشان يتساوى، وسيبيه في البلكونه بقى. لو انت عملتيه الصبح مدة 4 ساعات 5 ساعات، وبعد كده قطعيه. انا عملته بالليل، قمت الصبح لقيته كده كان، بس كان لسه طري. في الوقت ده لازم تقطعيه، ما تسيبوش ينشف علشان تقطعيه. لو سبتيه نشف هيبقى صعب معاكي في التقطيع. خلاص انا كده هبدأ بقى اقطع زي ما انتوا شايفين كده. شوف بقى الحتة اللي انت عايزاها، شوف اللي عايزاها كبيرة صغيرة براحتك. انا قطعتها كده زي اللي ما بيتباع بره. وصراحة يا جماعة تحفة والله العظيم تحفة. يعني كمية طلعالي من كيلو زيت واحد، يعني دولت طلعالي من كيلو زيت يعني حوالي 20 قطعة. والصابونة انا قطعها كبيرة.
خلاص انا لميت كده كل الفتافيت اللي زي ما انتم شايفين. انا هجيب كده حبه ميه عشان اوريكم بس الرغوه بتاعتها. انا ما عنديش سفنجه، جبت لكم حته السلك كده عشان اوريكم بس الرغوه تحفه وجميله. انا هسيبهم ينشفوا، انا هسيب خالص ينشفوا، وبعد كده ان شاء الله هعمل حلقه كامله وانا بصبن بيهم الالومنيا اللي عندي، وان شاء الله هسيبه كده بس ينشفوا. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كده ما خدش وقت، انا عملته في نص ساعه. يلا لو عندك حبه زيت كده اشجعهم اعمليهم. لو عجبكم بقى الصابون بتاعي يا حبايب قلبي ما تنسوش لو اللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.